لو عايز تعرف مدى البؤس اللي وصله برشلونه الاسباني السنه دي، بص يا صديقي على الدقيقه 95 هتلاقي ان اراوخو بيلعب جناح شمال وجات له الكوره على حدود ال 18، فافتكر نفسه فجاه ان هو رونالدينهو 2006، روحه اتجسدت فيه فحب يرقص الكوره فتلعب الكوره بره. بس هو ملخص الشوط كله الثاني وملخص الماتش بلا استثناء في الكوره دي. دقيقه 95، فقر هجومي، دفاع مفتوح، نص ملعب ضايع، لامين يامال. لكن انت على جنب دلوقتي. هو ده برشلونه الاسباني السنه دي. فانا عندي بس كلمه محشوره في زوري هنا، مش رساله بقى، مع كده هم مش هيسمعوني يعني. كلمه محشوره في زوري لعم الحاج محمود لابورتا والاستاذ دييكو اللي هو مدير الرياضي للنادي ولامين يامال. يا عم الحاج محمود لابورتا، انت دلوقتي مش عارف تخش السوق تجيب لعيبه عشان عندك مشكله في سقف الرواتب، وطبعا عارفين ان ده مش مشكلتك وان كانت جايه من الاداره السابقه وفي كوارث ماليه. يا عم ماشي ماشي، انت وديكو ايه اللي يخليك تمشي اكتر لاعب بيظبط عندك طريقه اللعب اللي المدير الفني بتاعك بيلعبها؟ يعني انت لما مشيت نياجو مارتينيز السنه دي ببلاش للنصر السعودي لمجرد ان انت توفر في سقف الرواتب، توفر من سقف الرواتب عشان تعرف تسجل لاعب تاني، تمشي اللاعب الوحيد اللي لعب معاك اساسي اغلب السنه اللي فاتت هو مع كوبارسي وكانوا مندمجين مع بعض، عشان تخلي واحد زي اراوخو. طب ما اراوخو كان جاي لك فيه 50 مليون يورو من يوفنتوس، قلت لا، ده لاعب شاب وصاعد واعد واحد كباتن الفرقه وقيمته السوقيه ما تقلش عن 80 ل 100 مليون يورو. يا عم مين اللي هيدفع لك في اراوخو 80 مليون يورو؟ يعني مين الراجل المجنون ولا الفريق المجنون اللي هيدفع لك 80 مليون يورو في واحد زي اراوخو؟ مدافع هو مستهتر اغلب احيان اللقاء، واغلب الوقت في اللقاء هو اصلا بيبقى سرحان. يعني عندك المدير الفني بتاعك بيلعب على الاوفسايد تراب، وعندك الضغط العالي شغال من قدام كويس زي الفل، اغلب اللعيبه تظبطه. يعني عندك الوينج اليمين كوندي، عندك الوينج الشمال عندك كوبارسي اللاعب اللي عنده 17 سنه، كل دول، وعندك بالدي، يعني كل ده بيظبط الاوفسايد تراب بالظبط. ما حدش بيبقى مغطي الاوفسايد تراب غير اراوخو. طب ما كنت بعته يا صديقي وراجع من اصابه طويله، والراجل بيجي في الماتشات الكبيره ركبه بتخبط على الجيران، لدرجه ان النهارده كان هو قاعد دكه، كان قاعد دكه، لاعب 17 سنه بيلعب على اساسي وهو كابتن الفريق. طب ما كنت بعته، كنت خليت عندك ناجو مارتيز اللي هو كان عامل تناغم وانسجام مع كوبارسي، وكان الدنيا اشتغلت، كانت الدنيا تبقى ماشيه مظبوط وتمام. انما انت مشيته. طب يا عم الحاج مهاجم انت مش هتلعب عمرك كله بليفاندوفسكي، مش هينفع. خلاص الراجل كبر 37 سنه، العظميه جابت اخرها، مفيش، الكوارع فضيت والعظم الظهر اتنحى، الله يبارك لك. مفيش. يعني انا الهجوم بتاعي ليفاندوفسكي 37 او 38 سنه، والله العظيم ما هين عليا اقول اسمه، اقسم بالله العظيم انا ما هين عليا اقول اسمه. هو اللاعب اللي لبسوني جوارديولا ب 45 مليون يورو، فيران توريس. فيران توريس اللي جات له 3 او 4 كور متبصاله من راشفورد على حدود ال 18 وجوه ال 18 وعند الست هيرضى، ومصمم ان هو لما يستلم ما يستلمش ويشوط بشماله على طول، لا مصمم انه يستلم وياخد المدافع في ظهره ويلف عشان يعمل. يا عم انت ما تعرفش تعمل الكلام ده كله، مش بتاعتك يا عم فيران توريس، مش بتاعتك. انا كنت من اكتر الناس بقول يا عم الحاج هانز فليك الله يبارك لك، ارجع بدفاع كوره شويه، ارجع بدفاع كوره شويه، الدفاع مش منسجم، الدفاع مفتوح، بيروح عليك بال 50 وال 60 فرصه في الماتش في الشوط الواحد. الشوط الاول ده الريال يطلع كسبان 7-0 مرتاح، يطلع كسبان 7 بص باقل مجهود، لولا سرحان امبابي ولولا ان اللعيبه بتضيع كان يطلع 7-0 مرتاح. بس انا سمعت البودكاست في ارزا عند مروان سري كان بيقول احمد عز قال لك يا جماعه انا عندي بس كلمه لجمهور برشلونه، يعني واحد زي مثلا كريستنسن او اراوخو، لو الاوفسايد تراب دي اتلغت ورجع ورا شويه، هل هو هيبقى مدافع ممتاز؟ طب ما انت عشان ترجع بالاوفسايد تراب ورا شويه يبقى هترجع نص الملعب ورا شويه، يبقى الضغط العالي مش هيحصل فترجع خط هجومك ورا شويه. فانا هبوظ المنظومه كلها عشان خاطر اوفر 15 مليون من سقف الرواتب اللي كان بياخده اناجو مارتينيز. في مجمل ال3 سنين هو كان بياخد 5 مليون. يا عم في ايه؟ عشان ادي لامين يامال 46 مليون؟ الله ينتقم منك يا نيكو نيكول انت بحق جاه النبي. البت بوظت، اقسم بالله الواد باظ مش قادر يمشي. النهارده رؤوف حفيظ دراجي طول الماتش يقول لك والله مصاب، والله لامين يامال مصاب، هتكتبوا بعد الماتش انه مصاب. يا معلم هو مش مصاب، هو فاضي خلاص، الواد ركبه باظت. ما انا بقول لك ظهره انحنى هو كمان، ده التاني 37 سنه ظهره انحنى، ده 17 سنه ظهره انحنى. بوظت الواد وبوظت الفرقه وبوظت ما تقعد يا بت بقى، ما تقعدي بقى. يا عم لامين يامال
يا عم لامين بلاش ستايل وفكر وعقل نيمار ده مش هيكمل. ما انت عندك يا ابني اهو، ما انت بتروح تسهر معاه في الصيف يا حبيبي. بص هو فين دلوقتي؟ مفيش نادي اوروبي رضي ياخده. يا اما هيكمل مع سانتوس اللي هو ممكن يهبط في الدرجه الثانيه في البرازيل، يا اما يروح انتر ميامي وما يبقاش عنده فرصه انه يلعب كاس عالم. نيمار ده لسه يا جماعه 33 سنه زي محمد صلاح. محمد صلاح من 5 6 شهور كان قاعد حاطط رجل على رجل ولوي دراع اداره ليفربول وجدد بالرقم اللي هو عايزه. نيمار مرمي في البرازيل ما حدش يسمع عنه، حتى جماهير فريقه بتقعد تشتم فيه. لو جماهير فريقه ما شتمتش فيه الاصابات كده كده مبوظاه لوحده. حبيبي انت وعندك ميسي مثلا بيلعب في التوب ليفل لحد سن 37 38 سنه، لحد ما هو قرر خلاص انا خلاص تعبت وعايز اريح دماغي. كريستيانو رونالدو بيلعب في التوب ليفل لحد 37 38 سنه، ولحد دلوقتي يقدروا يلعبوا في التوب ليفل برضه، بس هو خلاص انا بقى عملت كل حاجه في الكوره انا عايز اريح دماغي. حبيبي انت لسه 17 سنه، مش هينفع. ومالك انت ومال النكش؟ انت بتنكش ليه؟ انت اصغر لاعب في الفرقه او من اصغر اللعيبه في الفرقه. اصل جمهور ريال مدريد متعود على السرقه، فلما بيجي حد يظلمهم في مره يا عم انت مالك؟ حبيبي خلاص عملتها السنه اللي فاتت مره واثنين وثلاثه واربعه وعدت. اصل بتكسب، طول ما انت بتكسب هتعدي. هل انت بقى مش مقتنع او محدش عرفك، او بابا وماما اللي بيتصوروا مع الناس بفلوس محدش فيهم عرفك او قال لك في دماغك يا حبيبي هيجي يوم وهتقع وهيتحط عليك وهيتسف عليك؟ اتكلم فني في الماتش. طيب يا جماعه الشوط الاول ريال مدريد مضيع جون، ريال مدريد مضيع جاب جون اوف سايد، مضيع حوالي 4 فرص محققه للتسجيل، جايب جونين. عايز ايه تاني؟ الشوط الثاني ريال مدريد جايب جونين اوف سايد ومضيع ضربه جزاء ومضيع اكتر من 4 5 فرص محققه للتسجيل. يعني النهارده لعيبه ريال مدريد لو عندها ب2 جنيه تركيز الماتش ده كان يطلع سكور، ما كانش يطلع 2-1 نهائي. كان ممكن يعوض ال 16 هدف اللي جبناهم فيهم السنه اللي فاتت في ال4 ماتشات. وتبص على الدكه، طب انت هتلوم هانز فليك ليه؟ قول لي هتلومه ليه كده؟ انت بتبص على الدكه بتلاقي امهر واحد في الدكه اراوخو اللي في الدقيقه 95 زي ما قلت لك، خد الكره على الوينج الشمال بيرقص لحد ما تلعب الكره بره. ما تلعب يا حبيبي جنب. هو ربنا كرم اراوخو الماتش اللي فات مع ضد جيرونا، نزل في الدقيقه 85 جاب جون في الدقيقه 92. هو صراحه ربنا جاب جون حلو، قطعه زي بتاعت ناصر منسي كده في الاهلي. بس خلاص بقى، انت مش نيمار يا معلم، انت مش رونالدينهو برضه. ايه انت بيبي رينا حضرتك؟ ما تهدى، مالك؟ هازارد في عزه لما كان في تشيلسي ده عايز يرقص وبيعمل كده، ايه يا عم؟ يا جماعه والله العظيم لو في تركيز النهارده ريال مدريد تعمل سكور. ده احنا ربنا رحمنا ونص الملعب عندك متهاك حرفيا، متاكل منك. انا اسوأ ماتش شفته البدري من سنين. راشفورد انا ما اعرفش، احنا بنجيب اللعيبه عشان نلمعها تاني، يعني نجيب اللعيب اللي ميت يلا حبيبي هنديك فرصه عشان تكبر وتحلو وترجع فريقك. يا عم ايه يا عم القرف ده؟ يا عم راشفورد ده منتهي من 2017. هو لعب 2017 وبعد كده شكرا. يعني انت لو تفتكر ان اول ما طلع لما جاب في مانشستر يونايتد في اول ماتش لعبه جونين وقال لك انا عايز الحق عشان عندي درس كيمياء الصبح ولا فيزياء الصبح، من بعدها ما جاش. فانا بقى اجيبه، انا النادي الحنين، تعالى يا حبيب قلبي يلا ارجع بقى للوجه عشان المعك عشان ارجعك. يا عم فكك يا عمي هات ناس عدله، مش انا دعوه بقى بحته 1-1 والفريق ما عندوش سقف رواتب. باشا اتصرف في اللعيبه اللي عندك دي، اتصرف في اللعيبه اللي مالهاش لازمه عندك وبيعها. يا جماعه اللاعب دكه النهارده في اوروبا بيتباع ب 80 مليون يورو 90 مليون يورو. ريال مدريد النهارده رودريجو الدكه كان طالب فيه 100 مليون يورو عادي جدا، وكان هتلاقي فرقه تشتري. انت اللي ما عندكش اداره تسويق تعرف تسوق لك اللعيبه بتاعتك، ما عندكش. الجزء الثاني انت بتتكلم على ريال مدريد، لا انت تدي النهارده ريال مدريد حقه بالكامل. اللي وصل معايا للنقطه دي للفيديو ينزل يكتب لي في الكومنتات في السنه دي او لحد دلوقتي لاعب موجود في العالم افضل من كيليان امبابي. الواد حرفيا بيطلع نار من بقه، بتلعب على الجناح من الاثنين بيطلع نار من بقه، مهاجم بيطلع نار من بقه، سرعه وفينش بقى. انا اول مره في حياتي السنه دي على مدار الموسم من ساعه ما بدا اشوف كيليان امبابي فينشر زي النهارده او زي الموسم ده. يا جماعه كيليان امبابي كان بيوصل للجون، كان بيتلاقي في اخر الموسم مثلا جايب 40 50 جون ومضيع 200 جون. 200 جون ايه؟ انفرادات. فكيليان امبابي لو فضل بنفس النظام ده السنه دي لا هيكسر ارقام بنت جزمه، يعني هيعمل بلاوي تهديفيه. لازم اداره برشلونه تراجع نفسها شويه، لان الفريق خلاص. انت السنه اللي فاتت المعجزه اللي عملتها في انك خدت الثلاثيه المحليه والمعجزه اللي عملها لك هانزي فليك مش هتستمر كتير. انت بدنيا مش قادر، الدكه بتاعتك مفيش اصابات. هتقول لي اصابات يا عم ما عنديش مشاكل، بس انت الاصابات اللي عندك مين؟ عندك داني اولمو
انت جايبه وعارف انه لاعب زجاجي وكل ماتشين ثلاثه بيتصاب، صح؟ دفعت فيه 60 مليون يورو. كان الاول تحطهم في مهاجم، كان الاول تحطهم في جناح. انت عندك نص الملعب مش محتاج، انت عندك بدري، عندك ديونج، عندك فلان، عندك علان، انت عندك لعيبه تسد عين الشمس. نص الملعب اللي كان بالمناسبه مباح النهارده، كان مستباح. فانت كان الاول تحط الفلوس بتاع داني اولمو دي في لاعب وينج. كان قدامك ساعتها تجيب لاعب اتلتيكو بالباو نيكو ويليامز، تدفع فيه اقل من 60 مليون يورو وانت ما كملتش الاجراءات لحد ما هو مضى، لحد ما مضى مع فريقه. فانت لازم تخلص نفسك من قايم من حته واحد لواحد دي، في ان انت تخرج لاعب وتحط واحد مكانه، لان انت الفريق عندك المعجزه اللي عملها زي ما قلت لك هانز فليك الموسم اللي فات مش هتستمر معاك كتير، مش هتكمل معاك كتير. اللعيبه لسه برضه صغيره، اغلبها لعيبه صغيره، هي ما عندهاش الجسم بنفسه، فيزيكاليتي الجسم مش هتكمل معاك المواسم دي، مش هتكمل معاك الموسم كله. يعني انت الموسم اللي فات خلاص خلص، معجزه وانتهت، وفي نفس الوقت كان اثر ريال مدريد داون. خلاص بقى هو بدأ يفوق السنه دي، مع العلم عشان بس اعلموا على كلامي، ممكن ماتش الجاي مدريد خسران عادي، مش ده مستوى مدريد الطبيعي يعني في كل الماتشات. مدريد الماتش اللي فات كان بيلاعب مش عارف مايوركا ولا مين، لحد اخر دقيقه كان هيتعادل، كان الفريق التاني مطلوب منه واحد اتنين، يا اوفيدو تقريبا. فده مش الطبيعي بتاع مدريد السنه دي. بس انا عايز اوصله لك ان ماتش الكلاسيكو بيبقى ليه روح، زي الاهلي والزمالك، عندنا الزمالك تلاقيه ميت، بس في ماتش الاهلي بيلعب على الاقل بروح. انا ما عنديش طاقه ان يبقى الاهلي والزمالك في مصر، الاهلي حاطط عليا في كل حاجه ماديا واستقرار واروح لبرشلونه هناك في اسبانيا الاقي ريال مدريد حاطط عليا استقرار وماديا كتير يا صديقي. مبروك لريال مدريد ومبروك لجمهور ريال مدريد، وهارد لك لكل مشجعين برشلونه حول العالم. اشوفكم فيديو جديد، سلام.